والله شوفوا لي على هالمنظر، ما بتقدم لملوك. اليوم حضرنا لكم خلية النحل بحشوة الجبنة، وعملت لكم اياها بعجينة قطنية وبتجنن. وحلاوة هالعجينة انه قطنية وهشة وطرية كتير وبتجنن. يعني هاي العجينة من انجح العجائن اللي ممكن تسوي فيها كل انواع المعجنات اللي بتحبوها، وخصوصا خلية النحل. وهلا تعالوا خلينا نشوف شلون عملناها. يعطيكم العافية حبايبنا متابعينا، اهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة. قبل ما ابلش بالوصفه كسبونا صلاه على النبي وحطونا لايك للفيديو وخلينا نبلش. يلا بسم الله. عندي هون بالكاسه المعياريه اللي هي 250 مللي كاسه وتلت منها حليب، وراح احط معها معلقه ونص كبيره سكر، ومعلقه كبيره خميره فوريه. راح نخلطهم سوا. ملاحظه كتير مهمه، الحليب لازم يكون درجه حراره الغرفه اقل شيء او دافي بس مو سخن. وهلا راح احط الكاسه هون جنبي على جنب، وهلا بحكي لكم ليش. وعندي هون نص كيلو طحين، هذا نص كيلو طحين بيطلعوا من نفس الكاسه اللي عيرنا فيها 3 كاسات ونص. وراح اضيف فوقهم معلقه صغيره ملح ونص معلقه كبيره بيكنج باودر، ومنخلطهم مزبوط. وهدول الطحينات لازم ننخلهم، خطوه كتير مهمه انه ننخلهم. وهلا بنرجع للخميره، بس انا نسيت اخبركم انه لازم نغطيها. نحن هاي العمليه شو بنستفاد منها؟ نحن بنحطها على جنب شي 10 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، مشان تشتغل معنا الخميره ونعرف اذا شغاله ولا لا. فشوفوها شلون هي الرغوه اللي طالعه على الوش، هي دليل كافي انه الخميره شغاله وراح تنفش معنا وتكون اكتف. وهلا بنعمل جوره صغيره وبنضيف الحليب والخميره للطحينه. بسم الله. وبنبلش نقلب. بسم الله. وبس لمت معنا شوي بنعجنها بالايد. بسم الله. لازم نعجن كتير منيح. وبس لما العجينه مزبوط هيك معنا وصارت بتلزق، رح ننقلها على الطاوله عشان نعجنها. رح رش شويه طحين على الطاوله وجيب العجينه وبلش عجن. لازم نعجن تقريبا 10 دقائق، واللي عنده العجانه يريح حاله ويعجن بالعجانه. وبعد 10 دقائق عجن وهلكتنا وحطينا سميرة خانم على جنب، وصارت بهالقوام هاد وبهالنعومه هي. شو لازم نعمل هلا؟ نحن بنفردها وبنجيب معلقه زبده كبيره، لازم تكون سايخة الزبدة مثل ما شايفينها طرية، وبنحطها عليها. هي معلقة الزبدة بتعطيها الدسامة والطراوة المطلوبة لعجينة خلية النحل. بنفردها مزبوط وبنغطيها على بعض منيح، وبنرجع بنبلش عجن لحتى تنعم معنا العجينة مزبوط وتغب كل كمية الزبدة. مشان هيك ضروري كتير تكون الزبدة طرية وسايخة. بدها تقريبا شي 5 دقايق عجن. وهلا تقريبا بعد 5 6 دقايق عجن، بعد ما غبت كل كمية الزبدة ونعمت معنا، شوفوا لي اياها ما احلاها صارت. وبنجيب زبدية وبنحط فيها نقطة زيت وبنمسحها مزبوط من السفل والاطراف، وبنحط على جيرتنا بقلبها وبنحط عليها نقطة زيت عشان ما ينشف الوش، وبنمسحها وبنغطيها بنايلون او قماشة رطبة، وبنتركها ترتاح بين 3/4 ساعة والساعة. لازم ترتاح كتير منيح. وبهالوقت راح نحضر الحشوة. وهلا مشان الحشوة انا راح اسوي حشوة كتير بسيطة. عندي هون جبنة بيضة بارشها برش، الجبنة البيضة البلدية المعروفة. ومشان خليها تشط وتمط راح احط معها كاسة جبنة موتزاريلا تبع البيتزا، وراح احط معهم شوية بقدونس مفروم ناعم، وراح خلطهم مع بعض مزبوط. ومثل ما شايفين الجبنة هيك عم تفرط ورح تعذبنا بالحشوة. فنحن عشان نسويها مثل العجينة شو لازم نعمل؟ بنحط لها بيضة وبنخلطهم سوا، وهيك بعد ما عجناها مع البيضة صارت مثل العجينة ما عاد بتفرط. هيك بنصير بنحطها الحشوة بقلب العجينة سهلة وما بتعذبنا وما بتفرط.
وهيك حشوة الجبنة تبعنا صارت جاهزة. انتم فيكم تحشوها بالجبنة اللي بدكم اياها او بالحشوة اللي بدكم اياها. فيكم ميكس بين الموتزاريلا والشيدار، فيكم مثل ما سويت انا، او اي حشوة انتم بتحبوها وبتحبوا الجبنة فيها سووها. وهي جبنا عجينتنا بعد ما ريحناها تقريبا ساعة. شوفوا لي اياها ما احلاها وشلون نفشت، يا عيني مثل القطن. وهلا بنرجع بنقيم سميرة خانم وبنحطها على جنب. وهلا صار لازم نقسطها او نقسمها او نساويها قطع على حسب القطع اللي بدنا اياهم. فانا رح اقطعها بهالحجم هذا. نحن ما بدنا اكبر من هيك لانه نحن بما انه بدنا نسويها خلية نحل وهي لسه بدها تكبر اكبر من هيك، فهذا الحجم كثير منيح. بنقطعهم كلياتهم بنفس الحجم. وهلا صار وقت فرد العجينة. رح ناخذ شوية طحين ونرشهم شوي صغيرة لا تكتروا. نجيب القطعة نفردها شوي بالشوبك. ما بدها فرد كتير، فرد شوي صغيرة. وبنجيب من الحشوة اللي عملناها وبنحطها بالنص وبنسكرها بهالطريقة هاي. سكرها مزبوط على بعضها. لازم تتسكر مزبوط عشان ما تطلع الجبنة منها. وبنكورها وبنساوي باقي الكمية بنفس الطريقة. بنفردها، نرجع نفردها شوي بالشوبك وبنرجع بنحط من الحشوة وبنسكر وبنكور. وهلا رح كمل باقي الكمية وارجع لكم. وهلا بنجيب بيركس مدور مربع مستطيل اللي بدكم اياه ورح احط فيه شوية زبدة مدوبة ودهنه مزبوط. فيكم تستعملوا صينية فرن كمان بيمشي الحال، بس انا هالحجم اللي عندي من العجين بيسعوا هون برياحة وعلى القد تمام. ومهم جدا ندهن الاطراف. وهلا بنصف طابات العجين المحشيين بقلبه. وهلا بنغطيهم بكيس نايلون وبنتركهم يرتاحوا اقل شيء نص ساعة مشان تصير العجينة ترجع ترخي وتصير طرية وقطنية. وهلا بعد ما ريحتهم تقريبا نص ساعة شوفوا لي اياهم ما احلاهم شلون نفشوا وسكر كل شي فراغات كانت بيناتهم. هلا شو بنعمل؟ عندي هون بيضة خافقها كتير منيح مع شوية حليب. يلي ما بده يحط بيض فيه يحط حليب وشوية نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان. وبندهن الوش. هي اللي بتعطي اللون الذهبي هلا بعد ما ينحطوا بالفرن. وعندي هون سمسم ابيض ماله محمص بنحطه على الوش. وراح احط معهم حبة البركة او الحبة السوداء. وانا بالفترة اللي كنت عم ريحهم فيها كنت محمل الفرن على درجة حرارة 200 من فوق من تحت. لازم يحمل الفرن كتير منيح. وهلا بنحطه بالفرن اللي كنا محمينه على درجة حرارة 200 من فوق من تحت بالرف النصاني. بياكلوا تقريبا بين 25 دقيقة و30 دقيقة. وهي بعد ما سووا شوفوا لي على هالمنظر واللون ما احلى والتحميرة اللي بتجنن. هي التحميرة الصح. وهلا على السريع شو بنعمل؟ بنجيب زبدة مدوبة ولسه الصينية سخنة بندهنها على الوش. هي هلا بتعطينا دسامة وبتخليها محافظة على طراوتها. بالله شوفوا لي على هالمنظر ما بتقدم لملوك. وهلا صار لازم ندوق. خلينا ناخذ وحدة. يا عيني شوفوا لي على المنظر ما احلاه. شوفوا لي على هالطراوة ما احلاها. وهلا شوفوا لي الطراوة جواتها ما احلاها. بسم الله. يعني ما بعرف شلون بدي احكي لكم عن الطراوة والهشاشة وقديش قطنية ورغفة. بتجنن. وهي كانت وصفتنا اليوم. اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق حلو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهلا خلينا نكمله لحال.